اعتقد دي اسهل حاجة ممكن نعملها. اول حاجه هنعمل نص ساعه كارديو على الريق، وده مهم جدا عشان تسلك لنزول الجبن. بعدها هتركب خيل وتوصل لصحراء الموتشا في تايلاند، هتجيب منها الكافيار السمبوسي، مهم قوي الكافيار دوت، هقول لك ليه بعدين. بعدها هنعمل 100 ضغط، 270 بطن، 96 عقله. مهم قوي نركز في الارقام والمقادير اللي انا قلتها دي بالظبط. هتركب اوبر سكوتر وهتنزل حاره السقايين، هتسال على احمد السقا، مش هتلاقيه هتشوف عصام السقا. المهم اي سقا فيهم تقول له انا عايز سقا جنبك. بعدها بقى الخطوه دي مهمه جدا، هننزل تنزانيا. واحد طبعا رخم هيجي يسالني هم ليه سموها تنزانيا دي؟ يا سيدي كانت واحده، استغفر الله العظيم يا رب يعني، بس كانت واخده تاني. هنجيب المشروم التنزاني من جبال القوقاز الروسيه، نحط عليه بقى حبه البركه، حبه جدعنه، حبه واحد بس هو ما حباش. هنعمل بقى كوبايه قهوه عشان اكيد فرهدنا من كل الكلام اللي انا عمال اقوله دوت. نصب القهوه وبعد ما نصبها نحطها في الميكروويف. واحد هيجي يقول لي طب ايه لازمتها؟ هقول لك يا اسطى انا حر مالكش دعوه، المهم تعمل اي حاجه غير الوصفه. هنيجي بقى لاهم خطوه هنا، وهننزل ناخد تمرينه في الجيم عشان نقدر نرفع السندوتش. قبل ما ترفع السندوتش طبعا هنرفع 3 متر رمله للدور ال 19. واخر خطوه بقى اللي هي اعتقد ان هي مش مهمه يعني، هنجيب الجبنه اللوي فيتون والعيش التويست ونحطهم في الثلاجه ونطلب اكل جاهز بقى، اسهل لنا من كل اللي انا عمال اقوله ده.